اهلا بيكم في قناتي ماما سولي. النهارده هنعمل مع بعض الرز بالاصابع الكابوريا، وطبعا الرز ده ممكن تعملوه برضو باصابع الكابوريا وممكن تعملوه بالجمبري الصغير، او لو مش عايزين تعملوه ساده يعني. حطينا زيت وهنحط عليه البصل يكون متقطع مكعبات. هنبتدي بقى نقلب الزيت والبصل كده مع بعض لغاية ما البصل ياخد لون. انا استخدمت هنا حلة زبتر. الحلة دي من اجود انواع الحلل الاستانلس اللي ممكن تستخدموها، حلل صحية جدا جدا وما بتتفاعلش مع الاكل. نزلت هنا كمان بالسبع بهارات ونديهم تقليبة، وبعدين هننزل باصابع الكابوريا اللي متقطعة طبعا مكعبات كده صغيرة. بس نخلي بالنا واحنا بنقلب ان احنا ما نقلبش جامد قوي، علشان يعني هي ما تتكسرش او تتقطع منكم، لان هي اساسا مستويه، هي مش نيه، هي مستويه. هننزل بقى بالرز المصري المغسول ومتصفي كويس قوي، ونقلب كده المكونات دي كلها كده مع بعض لغايه ما تتشرب كده من بعضها، ونحس ان الرز يعني امتزج بالبصل وبالزيت واتشرب منه كده علشان يبقى مفلفل كده معانا. تمام كده، اديناهم تقليبه مع بعض حلوه. بنكون في الوقت ده مش معليين النار قوي، يكون النار كده متوسطه يعني. كده تمام. نزلنا بقى بالملح والكمون وبمرقه خضروات، لو مش عايزين نستخدمها مفيش مشكله، بس هي بتدي نكهه حلوه يعني. وننزل عليهم بقى بالميه المغليه. طبعا الميه على الرز لازم تبقى مغليه عشان يبقى مفلفل. نستنى طبعا لغاية ما الرز يتشرب كده من المية، وأول ما يغلي ويبدأ يتشرب بنبتدي بقى نوطي النار ونغطي عليه. لو وصلتوا معايا لغاية هنا يبقى شكرا جدا ليكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. استنوا معايا بقى الفيديو الجاي علشان هنزل لكم طريقة عمل شوربة السي فود.